اخر نوع بقى معانا يا جماعه هو ساندوتش اكسلانس من عز المنوفي جاي. اكسلانس. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده معانا مطعم عز المنوفي. مطعم عز المنوفي بقى هنقيم من حيث الدليفري وشكل الطلب عامل ازاي، وكمان السندوتشات وايه اللي موجود في السندوتشات. دي بقى السندوتشات اللي احنا طلبناها من عند عز المنوفي. تمام. انا جبت 6 سندوتشات سجق وكبده. السجق عنده 3 انواع، تركي ومدخن وشرقي. وجبت سندوتش لحمه وسندوتش كبده. كبده هي نوع واحد بس. وحبيبي الملايين بقى اللي هو الايه، السكالانس. طبعا كل الكلام دوت انا ايه هناكله مع بعض وهنقيم مع بعض. يلا بقى اول سندوتش معانا بقى هو سندوتش شرقي. تمام اهو. مكوناته فلفل وطماطم وطحينه وطبعا السجق. طيب تعالوا بقى نشوف سعره كام. السجق الشرقي عنده عامل 24. على فكرة انا سألته قلت له هو كلهم نفس السايز يعني نفس المقاس، قال لي فهو يعني حجم واحد بس ب 24، ما عندوش غير هو الحجم ده بس. تمام. تعالوا بقى مع بعض نشوف الساندوتش. طعمه كويس بس سبايسي جدا، يعني اللي ما بيحبش السبايسي مش هيعجبه الساندوتش، ان هو فيه نسبة يعني مش عارفة بقى، هو فيه فلفل. تمام. فحراق جدا يعني سبايسي جدا مولع. تعالوا نشوف اللي بعده. يلا التاني بقى ساندوتش معانا هو برضو سجق، بس سجق تركي اهو. ماشي هو من فوق يعني اهو. برضو الساندوتش التركي بصل وطماطم وطحينة. تعالوا ندوق مع بعض طعمه. سعر الساندوتش اللي هو السجق التركي ده، تعالوا نشوف سعره كام. 24. تعالوا نشوف بقى طعمه. نفس طعم السجق الاولاني، ما فيش اي فرق في الطعم. نفس الحاجه اللي هي السبايسي، نفس الطحينه نفس الطماطم. حتى الساندوتش هو بس الفرق ما بينه وما بين الساندوتش التاني انه فيه باين جرجير. دي الحاجه الوحيده اللي تفرق عن الساندوتش التاني. الساندوتش ده فيه جرجير لكن نفس الطعم. يعني التاني كان ساندوتش سجق شرقي، ده ساندوتش ساندوتش سجق تركي. هو نفس الطعم. ده ب 24 واللي فات برده كان ب 24. يلا نشوف الساندوتش اللي بعد. الساندوتش بقى اللي جاي هنشوفه مع بعض هو ساندوتش كبده. محتوياته كبدة عادية جدا وباين جرجير وفلفل وطحينة. تعالوا بقى نشوف طعم الساندوتش. بسم الله. طعمها حلو زي الكبدة اللي احنا بنجيبها من العربيات بره، بس حرقة جدا. هي المشكلة ان هما في كل ساندوتش حاطين فيه فلفل، والفلفل اللي هما حاطينه فلفل كتير جدا. يعني انا واحدة من الناس ما بحبش الحاجة تبقى سبايسي زيادة عن اللزوم كده، او الحاجة تبقى فيها مكون يعني يخلي الحاجة كلها تبقى مشطشطة. يعني انا كده يعني. بس هو كساندوتش حلو ومليان مناسب لسعره. الساندوتشات عندهم يعني حاجات عارفين يعني ما تشبعش عيل صغير. يعني الساندوتش اللي جاي بقى هو ساندوتش لحمة. انا شايفة ان فيه جرجير وطحينة، بس جرجير وطحينة بس اهو. ماشي يلا نشوف طعمها مع بعض.
حاسه ان اللحمه كارفه. ثاني كده. بصوا هي طعمها عامل زي طعم الشاورما لحمه، بس في طعم كده جاي في بقي مش عارفه، يعني في حاجه كارفه عليها. مش عارفه هي ايه، بس اللي اكل الشاورما لحمه هيعرف ان دي طعم الشاورما لحمه. سعرها 28. يلا نشوف اللي بعده. السندوتش اللي قبل الاخير معانا هو سندوتش سجق مدخن فيه فلفل وطحينه وجرجير. الساندوتش ده عامل 24 جنيه. الساندوتش اللي فات ساندوتش اللحمه عامل 28 جنيه. يلا نشوف الطعم مع بعض. بصوا هو طعمه، يا لهوي على الشطه، طعمه مدي على سوسيس اكتر. يعني هما كانوا المفروض يكتبوا ساندوتش سوسيس مش ساندوتش سجق، فهو طعمه قلب على سوسيس جدا يعني. بس طعمه عجبني، بس المشكله الشطه اللي فيه كتيره جدا، الفلفل حامي جدا فالشطه فيه كتيره جدا. يعني نشوف اخر نوع معانا. اخر نوع معانا بقى هو ساندوتش ساكالانس من عند عز المنوفي، طبعا جاي في علبه لوحده. تعالوا نشوف الساندوتش مع بعض. واو، ساندوتش دوت من عند عز المنوفي ساكالانس عامل 22. بصوا هو في زي ما انتم شايفين كده، في عسل ابيض زي ما انا شايفه ومربى وحلاوه. تعالوا بقى نشوف مع بعض. طبعا يا جماعه ساندوتش السكالانس اللي انا دقته دلوقتي فيه عسل ومربى وحلاوه، فارش الساندوتش بالعسل الابيض وفوقيه طبقه من المربى وفوقيه طبعا الحلاوه زي ما انتم شايفين كده. هو مش مسترخص يعني، الحلاوه كتير جدا في الساندوتش، عجبني جدا. يلا بقى مع بعض نشوف تقييم كل ساندوتش. طبعا يا جماعه قبل التقييم بس كنت عايزه اقول حاجه. انا لما طلبت الاوردر طلبت معاه باكت بطاطس، بس لما الاوردر جالي من غير باكت البطاطس، فرحت كلمتهم وقلت لهم، قالوا لي ان هما هيحولوني على الفرع يكلمني، بس محدش كلمني. لقيت ديليفري مره واحده وانا بصور كده، لقيته بيتصل وبيقول العنوان فين بالظبط، لان هو لقيته جاي يعني. لقيته جايب لي معاه باكت البطاطس اللي هو نسيها، وجاب لي معاه اوردر كبده وسجق. فانا كلمته قلت له هو ايه الاوردر الزياده ده؟ قال لي لا ده كادو من المحل، عشان احنا نسينا البطاطس. يعني الاوردر الاولاني جالك من غير البطاطس، يعني الاوردر هم جايبين ساندوتشين زياده، ده كادو من المحل عشان هو الطلبات جت من غير البطاطس. طبعا المحل اللي يعمل كده يبقى ده محل محترم جدا، محل بيحافظ على اسمه، محل بيقدر الزباين بتاعته. وانا علشان هو قدر الزباين بتاعته فانا قدرته. انا ما قلتش الكلام ان هو يعني جاب لي الاوردر من غير البطاطس، انا قلت استنى لحد اخر الفيديو هشوف ايه اللي يحصل، لان انا قبل ما ابدا الفيديو انا كلمتهم. فاثناء ما انا ما بصور كلمونا، بتاع الدليفري كلمني، ما حدش بقى كلمني من الفرع، انا بتاع الدليفري كلمني مباشره، ولقيته جايب لي البطاطس والساندوتشين اللي هو الكادو اللي هم جايبهم لي دول. طبعا محل عز منوفي انا اول مره اعمل عليه تجربه، بس بجد يعني انا مبسوطه. الساندوتشات كلها عجبتني، بس هي بس ايه السبايسي زياده، يعني لو محدش بيحب السبايسي مش هيتقبل الطعم، بس يعني هو صراحه طعمه حلو. تعالوا بقى نقيم الساندوتشات. اول ساندوتش اللي هو انا مش هقول بقى بالترتيب، انا هقول الساندوتشات كلها اللي انا جبتها يعني. ساندوتش الكبده، ساندوتش الكبده دوت طعمه حلو وعجبني، بس زي ما قلت لكم فيه سبايسي كتير، انا هديله 9/10. ساندوتش السجق المدخن برضو 9/10. ساندوتش اللحمه هديله 7/10، لان اللحمه بس كانت بتشد يعني، وانا بقطم الساندوتش لقيت اللحمه بتشد معايا، فانا هديله 7/10. ساندوتش السجق التركي برضو هديله 9/10. يعني كل ساندوتشات السجق 9، ساندوتش الكبده برضو 9، لكن ساندوتش اللحمه انا هديله 7، لان هو اللحمه لقيتها بتشد يعني، فكرتني باللحمه اللي هي بتاعت الشاورما. ساندوتش بقى السكالانس انا هديله 10/10، عجبني جدا، المكونات اللي فيه مليانه، مش باخل على الساندوتش بتاعه، فعجبني جدا. باكت البطاطس دي ب 19، هي بتبقى باكت كده اهي، دي ب 19 جنيه.
تقييم المحل عز المنوفي. الحركه اللي هو عملها معايا دي الصراحه حركه كويسه جدا، خلتني اعرف ان في محلات محترمه بتحافظ على اسمها. شكرا عز المنوفي. ما تنسونيش في اللايك والسبسكرايب، ولو في اي كومنت ممكن انا هقرا كل الكومنتات، ممكن تكتبولي. ويلا هشوفكم الحلقه الجايه. باي.